ازيكم؟ الهلال اهلي مدني، تعادل كان بين الفريقين 1-1. اغلبيه الناس كانت بتتكلم انه فاروق جبرة ما قدم مستوى كويس. بالعكس، فاروق قدم ضد الهلال، حضر الهلال بشكل كويس جدا. فاروق عارف انه الهلال لسه ما وصل محطة التوافق والانسجام الكامل، فكان دائما بيضغط الهلال بضغط عالي. ضغط كمان ما كان ضغط عالي وبس، ضغط عالي معاه رغابة مان تو مان، رغابة رجل برجل، على اساس انه يمنع الهلال من انه يبني الكوره بشكل كويس. وهو عارف انه الهلال ما وصل المرحله بتاعت الرفاهيه في الانسجام، الرفاهيه في انه كيف يبني اللعب، كيف يدرج الكوره، كيف يخترق الثلث الاخير. فكان بيضغط ضغط عالي بشجاعه جدا، كانت قويه جدا من المدرب الغدير فاروق جبرة. وانا دائما بقول انه فاروق جبرة مدرب حديث، يعني من المدربين الشباب السودانيين الحديثين. الهلال اضطر انه يلعب كرة طويلة، ما كنا الكرة الثانية السكند بول اللي بتقع كان عندنا فيها مشكلة في التصرف فيها. فبرغم انه كان في مشكلة في اهلي مدني في المساحة بين الدفاع وبين الوسط، والهلال كان بيعتمد عن طريق فريد على الكرة الطويلة، لكن الهلال ما كان بيستفيد من السكند بول او الكرة الثانية. فدي دي برضه بتعود لعدم الانسجام، لانه اللعيبة برضه لسه ما حفظوا بعض، ما عارفين امكانيات بعض. نفس الفكره برضه اتكررت بالفيديو. هنا بنشوف الهلال بيبني اللعب، فاروق جبرة بيعمل مان ماركين، مان تو مان، كل لاعب مع لاعب، حتى المحاور الاثنين اللاعب ماشي مع اللاعب لحد اخر محطه واصل معه. هنا بنشوف مان تو مان، يمنع الهلال من البناء، يخلي اللاعب الحر اللي عنده الكوره هو الحارس فقط. حيضطر انه فريد الحارس البوركيني يلعب كوره طويله على صنداي، بعد ذاك الكوره الثانيه هي المفترض يستفيد منها الهلال. فده بوضح لي زي ما قلت لكم انه الهلال ما وصل مرحله الانسجام لسه، عامل الزمن، عامل الوقت، عامل الغيابات برضه. هنا الكوره الطويله، هنا الكوره السكند بول اللي وقعت عند يوسف كابوري، دي الكوره الوحيده اللي كانت مميزه في السكند بول. استفاد يوسف من الكوره الثانيه، وقعد استلم، وجه الاستلام، شات كوره دقت في العارضه، كانت كوره خطيره جدا للهلال. ففاروق صراحه لعب جيم تكتيكي محترم جدا. حتى الاهلي مدني تحس انه بدنيا كان افضل من الهلال، لانه الاهلي مدني كان حاضر وكان معسكر من فتره طويله جدا. واهلي مدني برضه لعب النخبه، اللعيبه اغلبيتهم لعبوا النخبه مع بعض، حتى الاضافات، حتى التغييرات حق المدرب كانت تغييرات كويسه، وتغييرات يعني بنقول ايجابيه في المقام الاول. الهلال ضيع فرص، الهلال ضيع فرصتين مضمونات برضه، ممكن نقول الحاجه دي. كوره كانت من كولي، وكوره كانت من صنداي. هدف الهلال كان في مشكله في عمق الدفاع في اهلي مدني، المساحه بين السنتر باك الاثنين برضه كانت كبيره، فما كان اللاعب ضامن لجوا، كانه كسر الاوفسايد، وهو فعلا كسر الاوفسايد لانه ما كان متوقع انه الكوره تيجي في لحظه. فلازم اهلي مدني برضه مع فاروق جبرة انتبهوا للحاجات دي في عمق الدفاع. المسافه بين قلب الدفاع سنتر باك اليمين وسنتر باك اليسار يكون قريبه شويه، على انه يحصل واحد تغطيه والثاني، واحد يضغط والثاني يغطي المساحه، تكون في مساحه مرجعيه الواحد يغطيها، على انه ما تحصل مشكله. فاتمنى انه فاروق جبرة برضه يفتر للحاجه دي. المشاكل في عمق الفريق بالنسبه لفريق زي الاهلي مدني. برضه بنشوف هدف اهلي مدني، الهلال كان عامل دفاع متاخر متراجع بفريقه كله، لانه هي رده فعل اصلا طبيعي جدا اهلي مدني انه يكون عنده رده فعل بعد هدف الهلال. لكن كان في مشكله في التغطيه، وكان في مشكله في الرغابه، وكان في مشكله في الضغط برضه بالنسبه للاعبي الهلال. يعني هنا بنشوف في اللقطه اكثر من 4 ولا 5 لعيبه في الهلال، واللاعب شاط الكوره مرتاح بدون اي ضغط، اذا كان الظهير يسار او اذا كان عمق الدفاع في الهلال. اللاعب شاط الكوره مرتاح، فتح الزاويه، حتى التوقع بتاع الزاويه بالنسبه لفريد كان صعب عليه يشيلها. فدي من الكرات المفاجئه جدا، يعني بلاعب بيلعب باليسار في الجهه اليمين، فدائما بتكون مشكله. يعني الكوره كانت تسديده كانت محترمه جدا، اللاعب فتح لنفسه وشاط الكوره من وسط السيقان. اعتبر انه اكثر من 4 لعيبه ما في واحد قدر انه يقفل الزاويه حق التسديد على اللاعب، كل واحد يعتمد على الثاني. ودي واحده من المشاكل برضه، انا متاكد ان الجهاز الفني اللي قدام بيقدر يعالج المشاكل دي لقدام ان شاء الله. زي ما قلت لكم برضه المشاكل بتبقى في مشاكل، لكن معالجاتها لازم تكون بشكل فوري. والهلال بعد ما يكتمل السكواد بتاعه واللعيبه بتاعينه، المدرب قادر انه يعالج ويختار التشكيله المثاليه. اهلي مدني سجل هدف مميز جدا من اللاعب رقم 10، هدف جميل، الزاويه كانت بعيده، كوره كانت بلياردو على الحارس فريد الحارس البوركيني. صراحه الاهلي قدم جيم تكتيكي محترم جدا، ورجع بمهاره لاعب في التسديد.
من شوطة من بعيدة قدر انه يرجع ويسجل هدف التعادل على الهلال في بطولة سيكافا للأندية. طيب الهلال ما لقى فرص؟ الهلال لقى فرص، في فرصة الشوط الأول وفي فرصة الشوط الثاني. فرصة الشوط الأول من اللاعب كولي، اللاعب الليبيري برضه لقى فرصة الشوط الأول. هنا بنشوف برضه الهلال كان مدور كورة، أهلي مدني كان متراجع، مرات بيلعب ضغط عالي، مرات بيرجع ضغط متوسط، مرات بيرجع بخماسي. الهلال هنا حاول يطلع الكرة على الأطراف، صنداي بيطلع، يوسف كابوري بيدخل في النص في انصاف المساحات، بيستلم بيوجه اللعب لماديكي، ماديكي بيطلع الكوره برا. يعني دي كوره انت بقدم يسار مواجهه الحارس خلاص، يعني ده هدف مضمون بنسبه كبيره جدا. هنا بنشوف ماديكي بيلعب باص لكولي، كولي طوال افتح جسمك، خط الكوره في الزاويه البعيده، وهدف مضمون جدا للهلال. كان ممكن برضه يعني الصياغات بتاعت الجيم برضه تكون مختلفه اذا الهلال كان سجل هدف في الشوط الثاني. الشوط الاول برضه الشوط الثاني الهلال دخل بجديه اكثر في الضغط، ضغط عالي، حتى الضغط كان موجه على الاطراف، حاول انه يمنع الاهلي من انه يبني الكوره يطلع بكوره. فنتج على الحاجه دي برضه الضغط العالي، نتج انه قدر انه يستفيد من الضغط ده ويخطأ لاعب الاهلي، وبتيجي كوره لصنداي. شوف الجهه الثانيه طوالي صنداي هو وسط السيغان دي لعب كوره مفاجاه والحارس شارك ديابه، لكن كان ممكن برضه لو رفع راسه لعب كوره بشكل عرضي ليوسف كابوري كان ممكن يكون هو اللاعب الفريمان اللاعب الحر، كان ممكن يكون هدف للهلال برضه، يعني يكون مريح بالنسبه للاعب الهلال، يكون مريح للجهاز الفني للهلال. فصراحه المباراه كانت جميله من اهلي مدني بالذات من فاروق جبره، قدر انه يحضر الهلال بشكل كويس.